بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلب ام رحيم. طبعا اعذروني يا جماعه ان الفتره اللي فاتت دي اتاخرت عليكم ما نزلتش فيديوهات. ده لان انا اصلا يعني واضح من صوت ان انا خدت دور رعايه جامد في الفرح. فربنا يشفينا يا رب ويشفيكم. دلوقتي بقى معانا ايه؟ احنا هنعمل النهارده مدفونه الفراخ. يعني حاولت اعمل مدفونه كده في البرميل. وعملنا عيش، خبزنا عيش، عملنا حملنا على أبابير يعني. عملنا محشي سكر ومحشي جبنة قديمة ومحشي وحطينا عليه بيض. فخلوكم معايا في الخطوات وتابعوا معايا كده واحدة واحدة. دلوقتي معانا تتبيلة الفراخ. فلفل وطماطم وتوم وبصل، ومعانا معلقة سكر ومعلقة بهارات وشوية خل، نص كوباية خل أو ربع كوباية خل، لأن الخل هو اللي هيدي للفراخ طراوة، وكوبايتين زبادي. وهنفرم كل دول في الخلاط، ومعلقة كركم. لازم اللون عشان هي المفروض ان احنا كنا هنعملها ومعاها الرز البسمتي وهندفنها كلها في البرميل. بس احنا في جماعة قالوا لا، يعني احنا هناكلها بالعيش. فطبعا تاني مرة اعذروني للكركبة اللي حواليا دي. فانتوا عارفين فرح وكده يعني وهيصة. انا عندي فيديوهات كتير يا جماعة، يعني سجلتها لكم، بس انا كنت تعبت الفترة اللي فاتت فعشان كده اتأخرت عليكم في التنزيل. هنعمل ايه بقى يا ام رحيم؟ كده نزلنا بالزبادي اهو بعد ما فرمنا الخلطة كلها في الخلاط. هنقلبها كويس، وهنزل معانا بمعلقتين 3 زيت او ربع كوباية زيت. هقلبها برضو عشان لمعة الفراخ، وهنقلبهم في بعض كويس. وهنجيب الفراخ وهننزل بالتتبيلة بتاعتنا معاها اهو. تقلبي كده. طبعا انا صوتي باين عليا يا جماعه، برضو اعذروني، انا بحاول يعني بجتهد ان انا اعلي صوتي عشان الصوت رايح خالص. هنا معانا نص ليمونه، لا ليمونه كامله، انا عصرت ليمونه كامله برضو. آه بتبقى حلوه مع الفراخ دي. والنوع مختلف في التتبيلات، يعني انا حاولت اجدد في التتبيله. انا ما كنت متبلت معاكم الفراخ قبل كده ما كانش تحط لها زبادي ولا ليمون، فالمره دي انا ضفت الزبادي والليمون ومعلقه كركم كبيره. خلاص. الزيت اهو، هننزل بالزيت زي ما قلت لكم وهنقلب. هنجيب الفراخ بقى. الفراخ انا هعملها صحيحه بحالها، يعني الفرخه بحالها. هفتحها كده بالسكينه من كل الاتجاهات، من الصدر ومن الورك ومن الظهر، من جميع الاتجاهات، وهنزل بقى في الخلطه من فوق لتحت كده. وهدعك الفراخ بقى قوي. ليه بقى؟ علشان التتبيله دي انا ركناها شويه، يعني ايه، على ما العجين عجنا العجين، يعني على ما العجين خمر. رحنا بقى عند البرميل عملناها. على ما استوت كنا خلصنا العيش خبيث. فهنا بتفتحي كده فتحات معاك كبيرة عشان الفراخ لما تكون هتتعمل بحالها كده يعني مقفولة، التتبيلة تدخل جوه في العظم وفي اللحم. فتحتها كده زي ما بوريتكم قدامكم اهو. وبعدين دعكتها كويس الفراخ، وهتسيبيها زي ما قلت لك، زي ما انت عايزه تعمليها من بالليل اعملي، عايزه تعمليها قبل بيوم قبلها بساعه بساعتين، مش اقل من ساعه ساعتين، علشان الفراخ تكون معاكي متشربه واخده من التتبيله ومتطعمه. انا كده حطيتها في الصينيه، وزي ما قلت لكم، بس انا هجيب لكم يعني ده التجهيزات بتاعه البرميل. طبعا المفروض البرميل المدفونه دي بتتفحر لها تحت الارض. فطبعا احنا ما عندناش، يعني احنا ما عندناش ارض، يعني الارضيه بتاعتنا مش طينه وكده. انا حاولت اجيب حته يعني تكون فيها الارضيه تكون يعني مش فيها اسمنت يعني. فحطينا البرميل ده نص يا جماعه، مش برميل كامل. هعمل له كده جدار بالطوب حواليه علشان البرميل ما يتاكلش، بس يعني نفس الفكره تقريبا، لان البراميل اللي بتبقى مدفونه تحت الارض بيبقوا برضو حاطين عاملينها يعني حواليها بالطوب كده. فبدل ما تبقى تحت احنا ان شاء الله نطلعناها لكم فوق. فاعمل ايه بقى؟ هنزل بنعمل نار كتيره. يعني بتعمل نار لان احنا البرميل ده بيتغطى، هنغطيه مدفونه، لان هي يعني ايه، المفروض ان هي بتدفن تحت الارض. فانا حطيتها في البرميل وهنغطي البرميل من فوق. حطينا فحم كتير وخشب علشان النار تكون كتيره، والفراخ تستوي معانا، لان هي تستوي بعد ما النار تطيب خالص. هنرصها هنرصها على شبكة او سياخ،
وهنغطي على البرميل وهنسيبها بقى مع نفسها كده لما نروح عند العيش. انا طبعا كنا عجننا العجين في الوقت ده، بس انا في عشان انا الفيديوهات اتركنت عندي زي ما قلت لكم، ما نزلتهاش بسرعه. في فيديوهات بصراحه مش لاقياها عندي، يعني راحت من عندي. يعني في فيديو اللي هو لما بحط الفراخ وبغطيها، الفيديو ده كمان راح. فيديو العجن من الاول برضو راح من عندي. بس يعني قلت انزل بقى قبل ما بقيه الفيديوهات تتمسح خالص من عندي. طبعا زي ما قلت لكم المقطع اللي احنا حطينا فيه الفراخ وغطينا عليه للاسف اتمسح من عندي. فانا هحاول ان شاء الله اعيد لكم تاني طريقه الفراخ دي تاني، وهوري لكم الطريقه بتاعتها تاني بفيديو مفصل خالص ازاي احنا كنا عملناها، اوريكم شكلها. بس انا جبت لكم، يعني انا قلت انزل لكم كده يعني تاخدوا فكره، ممكن اي حد حابب ياخد فكره. الوقت العجين كان اتعجن زي ما انا قلت، بس الفيديو بتاع يعني المقطع الاولاني بتاع العجن والله اتمسح. فكده العجين كان خمر. والوقت احنا بنقطعه، بتقطعي على دقيق او على رده زي ما انت عاوز. احنا بنقطعه على دقيق ذرة، بتقطعيه كده كور متساوية. وبعدين بنسيبه يريح 10 دقايق على ما نحمي الفرن يعني. هنا بنسخن المطرحة عشان العيش ما يلزقش عليها، بندفيها بس كده. عشان برضو حتى الخشب لما بيتركن، اللي احنا من زمان يا جماعة ما خبزناش احنا، بس يعني عشان الفرح وكده واللمة خبزنا. فاحنا مش عاملينه عيش، احنا عاملينه ابابير. احنا بنقول عليها ابابير او آم، آه، زي العيش بتاع الفرن كده، يعني بيبقى منفوخ مش عيش. العيش بيبقى رق من كده. طبعا عندنا المكنة، يعني بنفرده تفرديه على ايدك كده وتحطيه في المكنة. وبعدين بنحطه كده على المطرحة وبيتجر في الفرن. خلاص عملنا كذا نوع بقى من الابابير دي. عملنا ايه بقى؟ زي ما انا قلت، ده الابابير الساده، ده العيش الساده، هخليها العيش او ابابير. في بقى احنا كلنا طبعا احنا يعني عايزين ناكل ام سكر. فطبعا هنا جبنا كيلو سكر وجبنا طبق سمنه كده، قلبناها في السكر. اهي السمنه اتقلبت في السكر. ده كان هنعمل جزئيه بسكر محشيه سكر، سكر بسمنه. الطبق ده كده اللي فات ده كده كان طبق جبنه قديمه او مش زي ما بيقولوا. وطبعا بيض، عملنا بيض برضو لان في طلب عايز عيش ده اللي هو عليه بيض او ابيبير بالبيض. فاحنا عملنا 3 انواع. ده كده اللي هو المقفول بالسكر، بتفرد العيش الابوري او العيش زي ما انا وريتكم. وبعدين بتحطي عليها، بتفردي عليها شويه سكر، ما تكتريش، يعني معلقه كبيره ملوى، معلقه كبيره كده، عشان اول ما بدخل الفرن وبتعرض للحراره بيسيح. نقوم طابقينه 2 كده وتانيين الحرف عليه على بعضه. خلاص ده كده طريقته. بالنسبه للابابير او العيش اللي هو بيبقى على الوش والبيض، بتعملي ايه بقى؟ بتعمليه كده، بتقفليه، بتعملي له حرف. لان البيض زي ما احنا قلنا البيض سايل، عشان ما يتدلدقش منه على الارض او يقع على الارض. فبتعملي ايه؟ بتعملي زي الطاجن كده بحرف. وبعدين تنزلي فيه شويه بيض. البيض ده طبعا متبل عليه شويه بهارات، ملح وكمون عشان الزفاره، وعليه شويه ملح صغيرين خالص، يعني تتبيله البيض العاديه. خلاص دي كده، ده الابابير اللي هي محطوط عليها البيض. طبعا درجة الحرارة عالية من فوق ومن تحت على العالي، لان العيش بيستوي بسرعة. خلاص الابابير بقى اللي معمولة بالجبنة القديمة نفس فكرة الابابير اللي هي بالبيض، برضو بتعمليها زي الطاجن وبتدي نعمل على الوش. ليه؟ لان الجبنة او المش ده سايل، فعشان برضو ما يتدلدقش. انما اللي هو بسكر ده بيتطبق على بعضه وبيتقفل، بتتنيه كده وبيتقفل. خلاص كده اللي في الفرن معانا هو الابابير بسكر، ومعانا دي معمولة بالجبنة القديمة وفي البيض. فالسادة بقى اللي اتعملت الاول، فاحنا طبعا كلنا طلبنا ان احنا عايزين الابابير، عايزين كل عايز بذوقه بقى. اللي عايز كده يقول عن هناكل كذا هاكل كذا. احنا عملنا ال3 انواع، للي حابب ياكل من كده ياكل، من كده ياكل. الابابير المسادة بقى كانت للفراخ اصلا يعني، بس بصراحة ما فضلش حاجة ناكلها بالفراخ. فيومها عملنا برضو رز، بس عملنا رز اللي هو بالخلطة اللي انا عملت لكم قبل كده، رز بالخلطة بشعرية ولسان عصفور. ده اكلنا بيه الفراخ لان ما كانش فضل اصلا ابابير لا بسكر ولا سادة. دي الابابير ام بيض يا جماعة.
اتمنى الفيديو بتاع النهارده حبايب قلبي يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.